يا مساء الفل عليكم. تعالوا النهارده نعمل مع بعض طبق سلطة حلو جدا وسهل وبسيط وكمان سريع ومنجز للوقت في حر الصيف اللي احنا فيه ده، وكمان غني بالبروتينات والعناصر الغذائية وينفع للناس اللي بتعمل دايت. تعالوا نشوف انا عملته ازاي. في الاول هنحتاج لصدور فراخ مغسولة كويس قوي ومتنشفة، هننزل عليها بشوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح، شوية من الزعتر، شوية من التوم الباودر، شوية من الروزماري. هننزل عليهم كمان بشوية من الزيت علشان التتبيلة تمسك كويس قوي في الفراخ، ومهم جدا ما ننساش نحط شوية من البابريكا. هنقلب التتبيلة دي كويس قوي في الفراخ ونتأكد ان التتبيلة دخلت في كل حتة في الفراخ. هنسيب بقى الفراخ دي في التلاجة اوفر نايت، او لو انتم مستعجلين عليها ممكن نسيبها في التتبيلة بس لمدة ساعتين ونبتدي ان احنا نسويها. بعد كده هنجيب توست، اي نوع توست بقى تكونوا بتحبوه، وهنشيل حروف التوست بالشكل ده، وهنجيب التوست ونقطعه لمكعبات متوسطة الحجم. هنحطه في صينية ونحط شوية من التوم الباودر، شوية من الزيت، رشة خفيفة جدا من الملح، وهندخله الفرن على درجة حرارة هادية جدا لمدة 10 دقايق. خدوا بالكم كويس قوي علشان التوست ما يتحرقش. بعد كده هنطلعه، هيكون معانا بالشكل الجميل الخطير ده. عايزه اقول لكم انه كان مقرمش وحلو جدا وجميل، وبصراحه ما صبرتش عليه وفضلت اكل كده فيه من كتر جماله. بعد كده هنعمل الدريسنج او الصوص اللي هنحطه على السلطه. هنحتاج بقى المايونيز ومستردة واربع وحدات من الانشوجه، وحلوه قوي الانشوجه في السلطه بتخلي طعمها جميل جدا، شويه من الجبنه وعصير الليمون والثوم الفريش وشويه من الزيت، وكمان معلقة صغيرة من الروزماري. هنضرب كل ده في البلندر كويس قوي علشان كل حاجة تمتزج مع بعضها ويبقى القوام ناعم كده. هنفضي الدريسنج ده في بول، هنسيب الدريسنج ده يسقع كده في التلاجة علشان نحطه على السلطة كده في الآخر. في جريل بقى على النار، الجريل دي تكون سخنة جدا على نار عالية، ونبتدي بقى ان احنا نحط الفراخ. هنسيب الفراخ على درجة حرارة عالية لحد ما تاخد لون من بره، ونبتدي ان احنا نهدي النار ونسيب الفراخ تستوي لحد ما توصل معانا للون والدرجة دي. ولازم تتأكدوا ان الفراخ استوت كويس جدا. اخر خطوة معانا هنجيب الخس وهنقطعه كده على البورد، وتأكدوا ان البورد اللي بتقطعوا عليها الخس نظيفة جدا. هنحطه كده في طبق، وبعد كده نجيب الفراخ بعد ما تكون بردت معانا وسيبناها في التلاجة لمدة ساعة علشان تبرد ونعرف نقطعها وتبقى معانا بالشكل الخطير الجميل ده وتتقطع معانا بكل سهولة. شايفين بقى الفراخ مستوية وطرية جدا من جوه ولونها ذهبي من بره ازاي. واخر خطوة معانا هنجيب الخس اللي احنا قطعناه وننزل عليه بشرايح الفراخ، وكمان ننزل بقطع التوست وكمان الدريسنج. وعايزة اقول لكم بقى ان الريحة كانت خطيرة. هنزينها بشوية من الجبنة المبشورة لو متوفر عندكم. وعايزة اقول لكم ان الطبق ده خطير، ممكن بقى تشيروه مع اصحابكم كده في المصيف او في العزومات. بجد جميل جدا، جربوه، متأكدة انه هيعجبكم، وبألف هنا وشفا.